السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ في طبعا شاب بيسأل، هو ليكوا كلكم، يعني الإجابة هتبقى ليكوا كلكم عن السؤال اللي هو المهم، يعني اللي هو الناس كلها فعلا بتسأله وعايزة تعرف، مع إن أنا قلته قبل كده بس أقوله تاني. بالنسبة لمصاريف الإجراءات بتبدأ بالنسبة للإجراءات الطبيعية بعيدا عن المكتب اللي أنا شغال، يعني اللي أنا فيه. بتبقى الإجراءات بتاعته على حسب الكلية اللي أنت بتقدم عليها. ممكن الكلية دي تبقى $50، من $150، $200، على حسب كل كليه ونظامها. انا بالنسبه لو اتكلم على روان مثلا، ان انا اكتر حاجه شغال معاها ان هي صراحه كليه محترمه جدا وان هي قويه، فدي بتاخد $45 في الاول، بعد كده $100 بتاعت الاي 20. دي المصاريف اللي هي ايه العاديه. في طبعا اوراق تانية انت لازم تعملها لو انت اوراقك كلها جاهزه، ف زي الكشف الحساب بتاعك، زي الدرجات بتاعتك. ان برضه الدرجات مهمه، يعني انت مش شرط ان انت يكون الدرجات بتاعتك على حسب ما تجيبه الكليه تقبلك بيه، لا لازم تجيب درجه معينه وهما بيقبلوا بدرجات معينه. زي مثلا فوق ال 90%، يعني حاجه فوق ال 90% هم اللي بيقبلوه اكتر حاجه. فده شغلي انا، ده اللي انا بتكلم معاهم، بحاول بفهمهم الوضع وهم بيقبلوا. الناس اللي هو جايبه 70، جايبه 60، جايبه 50، انا عارف ان الدرجات صعبه في مصر، فانا بكلمهم وبحاول ان انا افهمهم ايه النظام بتاع مصر شكله ايه، فهم بيقبلوا على اساسه. النقطة التانية بالنسبة للمصاريف التانية، عندك كده انت بتتكلم في $150. في كمان $185 بتوع السفارة، دول، وبعد كده 350 بتوع السفارة بتاع يبقى السيفس، اللي هي ايه نقطة السيفس. ادي كده بتتكلم على حوالي مثلا $800، 900. لو انت بقى لسه هتترجم، لسه مش عارف هتعمل ايه، الكلام ده كله، مواصلاتك، شراب، الكلام ده كله 900. ده لو انت هتعمل كل حاجة بنفسك، تمام. فدي كل ده قبل ما تتقبل، يعني كل ده انت قبل ما تتقبل انت بتدفع حقه. السيفيس دي بتقعد معاك لمده سنه، يعني ممكن تقدم في خلال السنه دي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره براحتك، بس هتدفع $185 تاني بتوعهم. فدي المصاريف. بالنسبه بقى لمصاريف الجامعه، مصاريف الجامعه مش كل اللي موجود على الاي 20، فدي المصاريف اللي انت هتدفعها، يعني مش مكتوب 29,000 ف 29,000 هتدفعهم حرفيا، لا. وبعدين لما تيجي تحسبها، احسبها بالسمستر، ما تحسبهاش بالسنه كلها، لان هنا الدنيا يعني انت بتدفع بالترم، ويعني بتدفع بالترم وبتحاسب على الترم، فاهم؟ فانت في خلال الترم ده انت ممكن تيجي تقعد ترم، بعد كده تمشي الترم اللي بعديه، انت مش شرط انت تقعد فيه. فالمصاريف بتبقى على حسب برضو انت بتقدم فيه. فانت لو تقدم فيه معاك لغه هتبقى مختلفه طبعا عن غير انت تقدم على لغه. فهي المصاريف كلها، انا مش هقدر اقول لك المصاريف بالظبط كام، بس اللي انا اعرفه بالنسبه للمصاريف، انت معاك لغه وداخل على تخصص على طول، فانت بالترم الواحد بتدفع 12,500 ونص. طبعا انت لو انت معاك ايلتس وهم دخلت على طول بالتخصص، هم بيدوك منحه من 7,000 ل 19، من 4,000 ل $19,000. فانت على حسب انت تاخد كام، المبلغ انت تاخد منحه ده تقسمه بالنص علشان دي تبقى السنه. فانت بتقسم بالنص علشان انت تاخد كام، سواء انت مثلا لو اخدت 4 فانت بتحط 2 بس في الترم، يعني انت كده هتدفع 10,000 في الترم، تمام. دي التكاليف. بالنسبه بقى لان انت هتقول ان انا هشتغل وان انا ادفع التكاليف، مش لكل المبلغ اللي انت متخيله. يعني انت مثلا ماكس بالنسبه لك انت تشتغل وتقدر ان انت تصرف، انا مش هضحك عليكم، انت ماكس بالنسبه لك ان انت تقول هعمل اقصى حاجه $7,000. $7,000 دول في خلال الترم، يعني في خلال الترم تقدر انت تدفع $7,000 دول، تحوش تدفع فيهم. هتبقى بقى في مساعدات خارجيه، تمام، دي تبقى ايه كويسه جدا ليك، بس في اول الترم، يعني ان في اول ترم بس تقعد تخش فيه، بعد كده تقدر انت تنقل في اي حته تانية، مش شرط ان انت تكمل في الكليه دي. فهي انت تقدر انت تشتغل وتقدر انت يعني في شغل طبعا تقدر انت تسدد الفلوس اللي عليك، سواء اكل وشرب ومواصلات وسكن ومصاريف الكليه، هتقدر انت تعمل الكلام ده، بس انت محتاج ان انت تشتغل اكتر من الشخص العادي، علشان تقدر ان انت يعني تدفع الحاجات اللي وراك، وما تبقاش ان انت مديون لحد. بس هي دي التكاليف كلها. اللي محتاج اي اسئله تاني كلموني، وان شاء الله انا ايه هقدر ارد على كل اسئلتكم. وانا ممكن اعمل لايف نقعد مع بعضينا كده قبل الكليات ما تبدا بقى، ممكن نقعد مع بعضينا كده واقول لكم ايه الاسئله والاجوبه اللي انتم بتسالوها، وكل حاجه انا ممكن نتكلموا مع بعضينا عادي يعني كاخوات. بس وان شاء الله اشوفكم حاجات تانية. السلام عليكم.